الاهلي بيصالح جمهوره والزمالك بيقع في فخ التعادل وبيراميدز واداؤه الباهت برغم الفوز. ده كله واكتر هنعرفه في حلقه النهارده. اهلا بيكم يا ملوك الصوت. الاهلي بيقسو على فاركو وبيديهم اربعه، وده طبعا بعد الاداء اللي شفناه في اول ماتش والتعادل الغريب اللي كان فيه. بس ده يرجع لنقطه مهمه جدا واول بدايه المباراه والتشكيله المناسبه اللي بدا بيها ريبيرو. وشفنا الاهلي بيبدا بمصطفى شوبير في حراسه المرمى وقدامه اربعه مدافعين، من اول محمد هاني الباك اليمين، بعد كده اشرف داري، ومعاهم ياسين مرعي وكريم فؤاد ناحيه الشمال. وكمان بنشوف الاهلي في نص الملعب بيبدا بديانج وقدامه محمد علي بن رمضان واحمد السيد زيزو. وفكره وجود زيزو في نص الملعب في الماتش ده كانت مفيده جدا للاهلي. وشفنا كمان تريزيجيه بيبدا ناحيه اليمين عشان يدي فرصه لاشرف بن شرقي ان هو يبدا الماتش ناحيه الشمال. كالعاده محمد شريف مهاجم الاهلي، ودي التشكيله اللي بدا بيها ريبيرو واللي انا شايفها مميزه جدا ومناسبه لامكانيات الاهلي في الوقت الحالي، ان هو عرف يستغل كل الامكانيات المتاحه معاه او اغلبها على الاقل. وده يخلي الاهلي يبدا في اول الماتش بهجوم قوي جدا ونتج عنه جون اول لمحمد شريف في الدقيقه 10، والجون عن طريق محمد هاني. هي رفعه مكسحه شويه بس مش مشكله، المدافع صلحها له وخلى الكوره تترفع وخلاها تيجي على دماغ محمد شريف وجه منها الجون الاول. وبعد كده شفنا الجون الثاني لاحمد السيد زيزو. ما استنيناش كتير على الجون ده لان الجون جه في الدقيقه 21 وبيخلص الشوط الاول 2-0 للنادي الاهلي، عشان يبدا النادي الاهلي الشوط الثاني بنفس الضغط ونفس القوه. ونتيجه للضغط العالي دوت الاهلي قدر يجيب الجون الثالث في الدقيقه 59. وبعد كده شفنا المدرب بدا يعمل تغييرات وخرج ديانج من نص الملعب، وده عمل ثغره كبيره في نص ملعب النادي الاهلي. وشفنا نتيجه ده الجون الوحيد لفاركو، الجون اللي جه عن طريق غلطتين ابشع من بعض. الغلطه الاولى لمحمد هاني اللي بيرجع الكوره وهو مش عارف بيرجعها لمين اصلا وهو مش شايف، ومصطفى شوبير بيرد عليه بغلطه اكبر، بدل ما يسيب الكوره تخرج ركنيه بالعكس ده بيدخلها للملعب ثاني والهدف الوحيد ليهم في الماتش. ومحمد هاني بيحاول يصلح غلطه ويعمل اسيست ممتاز بيضرب بيه خط دفاع فاركو وبيخلي جراديشار لوحده هو والجون، وجراديشار بيتعامل معاه بمنتهى الذكاء. كده الماتش يكون خلص 4-1 للاهلي. الماتش مشاكله ما كانتش كتير، بالعكس الاهلي كان بادئ بدايه كويسه واستمر فيها اغلب الماتش. بس في اوقات في الماتش الاهلي كان بيريح، كان بينتج عنها ضغط الفاركو، وده باين ان في مشكله في النادي الاهلي في المعدل البدني للضغط. وده يخلينا نسال نفسنا الاهلي لو بيلاعب فرق اكبر من كده وعندها امكانيه ان هي تضغط اكتر من كده النتيجه هتبقى ايه؟ وكمان مع الغلطات المستمره للدفاع دي لازم نشوف لها حل. حظنا كويس ان الغلطات دي بدأ في اول الدوري، بس الاهلي عرف يتدرج المشاكل دي وعرف يكسب نتيجه كبيره. بس ده ما يمنعش ان الاهلي محتاج ان هو الفتره الجايه يعالج غلطات الدفاع دي، لان الغلطات دي ممكن في ماتشات كبيره تضيع الماتش كله. بس الماتش كمجمل كان ماتش كويس وتقييمه للاهلي ممكن 9 من 10. وشفنا الدعم الكبير لزيزو من الجمهور الاهلي اللي كان يستحقه الحقيقه بعد اداء عالمي في اول ماتشين، اسيستين في اول ماتش وجونين في ثاني ماتش، عشان احمد السيد زيزو يبين ان هو من احسن لعيبه مصر. وكمان جمهور الاهلي اكد له ان هو هيكون دايما في ظهره. ونسيبنا بقى من ماتش الاهلي ونيجي على ماتش الزمالك. ماتش الزمالك اللي برده مشاكله ما كانتش كتير برغم التعادل. يمكن الزمالك اتعادل الماتش ده بس امكانيات لعيبته اللي في الملعب واضح ان هي امكانيات قويه، وواضح ان الزمالك دلوقتي عنده حلول كتير، بس باين جدا في الملعب ان لسه الفريق ده ما انسجمش مع بعض. ودي المفروض تبقى حل المدرب زي ما اشدنا بيه في اول ماتش وقلنا ان هو عمل بصمه كويسه في الدوري وبدايته كانت موفقه. لازم نقول برده ان هو محتاج يتعامل مع اللعيبه ويخليهم ينسجموا مع بعض اكتر من كده، لان كان واضح جدا ان اللعيبه عندها امكانيات ومهارات عاليه بس مش قادره تستخدمها، او بمعنى اصح بتستخدمها بشكل فردي. ودي مشكله كبيره نتج عنها ان هم ما عرفوش يعملوا هجمات خطيره. وتعتبر اخطر هجمه في الماتش كانت اخر هجمه اللي كانت عن طريق الوينج. الزمالك شكله كويس، الزمالك شكله كويس، الزمالك عنده لعيبه حلوه، الزمالك عنده لعيبه حلوه وامكانياتها كويسه، بس محتاج يخليهم يلعبوا مع بعض اكتر من كده وينسجموا مع بعض أكتر. وده ما يخليناش ننسى المقاولين اللي برضه لعب ماتش كويس جدا وكان مقفل خطوطه وصعب الموضوع على الزمالك اكتر. سيبنا بقى من ماتش الزمالك ونروح لماتش بيراميدز. بيراميدز قدر يحقق الفوز بس قدام ده كان باين ان الاداء باهت جدا وان بيراميدز لحد دلوقتي لسه ما لقاش. كان باين جدا ان هم بيواجهوا صعوبه في ان هم يعملوا هجمات اصلا، والهجمه الوحيده اللي يعتبر عملوها صح هي اللي جاب منها الجون في اخر الدقائق في الماتش. واللي ياكد اداء بيراميدز السائق في المباراه ان دي تاني مره يطرد منه لاعب، وده مبين ان هم مشدودين جدا في الماتش اللي فات. بس في فريق معين كده لازم نتكلم عليه، انا ما كنتش ناوي اتكلم عليه النهارده بس هو الحقيقه اجبرني ان اتكلم عليه، هو النادي المصري. النادي المصري اللي بادئ بقوه كبيره وفي اول ماتشين بيعرف يكسبهم وبيكسبهم بنتائج كبيره كمان. وده خلينا نسال نفسنا سؤال، هل النادي المصري فعلا ناوي يكمل في المنافسه ولا دي حلاوه البدايات بس؟ وبالنسبه لسؤال الحلقه بقى، فانت شايف مين هيكون الاحسن والاحق بالدوري السنه دي؟ وزياده على كده هل انت شايف ان المصري فعلا هيكمل في المنافسه ولا هيقع في النص كتير؟ واستنونا في حلقات تانيه اكتر في السوق.